السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وما ناقصكم حتى شي خير ان شاء الله. ومرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله. غادي نشارك معكم المربى او الكونفيتير ديال المندرين اللي كيجي اكثر من رائع وناجح. واخا تكوني ما عمرك ما درتي الكونفيتير تبعي هاد الطريقه غادي ينجح معاك ان شاء الله. عندي هنا 2 كيلو ديال المندرين، حتى الا كان الليمون اللي غليظ نافيل او لا اي نوع تقدروا ديروه، ماشي شرط انه يكون مندرين. غير دابا الوقيته ديال المندرين راه موجود تبارك الله. غادي ناخذ 2 كيلو ديال المندرين، غادي نقشرو من طبيعه الحال، وغادي نحيد ليها دوك الخويطات. دوك الخويطات اللي تيكونوا فيه بيضين غادي نحاول نقيهم نحيدهم حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي. وإلا كنتو اول مره كتشوفوا القناه اولا كتشوفوا الفيديو ديالي، ما تبخلوش عليا بواحد اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش دائما توصلوا بالجديد الوصفات ديالي ان شاء الله. الا كان كيعجبكم المحتوى اللي كنقدم، وتخليوا لي شي تعليق يكون محفز. من بعد ما كان نقشر هاد الليمون، كنقشرو كنحيد ليه دوك الخويطات كيف ما قلت لكم. دوك الخويطات البيضين ضروري تحيدوهم، ما كيجيش الشكل ديالهم زوين صراحه في الكونفيتير، ضروري تنقيوهم. من بعد ما قشرت الليمون ديالي غادي نقطعوه على هاد الطريقه هادي. من الاحسن ديروا الموس يكون المنشار، هو كيسهل عليكم دغيا كيتقطع لكم الليمون. وإلا كان شي دوك العظيمات اللي تيكونوا في الليمون تحيدوهم باش ما يطلقوش لكم المروره في الكونفيتير ديالكم، حاولوا تحيدوهم. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نقرد الكميه كامله اللي عندي على هذا الشكل هذا. من بعد غادي نزيد عليه واحد 2 طريفات ديال الحامض. هنا الا بغيتو تزيدوا حامضه تقطعوها معاه الا بغيتو، حتى هي كتجي زوينه. انا درت غير 2 طريفات هكا قطعتهم هكايا. غادي نزيد على عندي 2 كيلو ديال الليمون، غادي ندير عليها كيلو وربع ديال سنيده. هنا السكر كيبقى على حسب الرغبه، واش بغيتو هاد الكونفيتير ديالكم يجيكم حلو اولا تبغوا فيه داك شويه ديال الحموضه. صراحه هاد الليمون هذا اللي استعملت انا حلو، يعني ما محتاجش بزاف السكر. داكشي علاش درت غير كيلو وربع. ما هي نورمالمون في الكميه ديال جوج ديال 2 كيلو ديال الليمون غادي نديرو فيها اكثر من كيلو وربع، ولكن انا عندي الليمون حلو وما بغيتش نكتر الحلاوه بزاف فيه، داكشي علاش اكتفيت غير بكيلو وربع في 2 كيلو ديال الليمون. صافي هنايا راني حركت داك السكر دخلته مع الليمون. غادي نغطيه وغادي نخليه ليله كامله. من الاحسن انكم تخليوه ليله كامله باش تجيكم النتيجه احسن واحسن. وبالنسبه للقريعات اللي غادي ندير فيهم الكونفيتير ديالي، ضروري انكم تعقموهم. هنا تغليوهم في الماء راه درت فيه واحد القطيره ديال الخل، غليوهم في الماء واحد 5 ديال الدقائق. من بعد غادي نقلبوهم هكايا على منديل ونخليوهم ليله كامله كيتستقطروا حتى النهار الاخر اللي غادي نطيب فيه الكونفيتير ديالي. غادي نلقاهم نشفوا باش يحافظوا لي على الكونفيتير ما يخسر ما والو. صافي هنا من بعد ما دازت ليله كامله على الكونفيتير ديالي، هانتوما شوفوا كيفاش ولا. صراحه راه طلق الماء مزيان. هانتوما غادي نحركو باش الا كان شي سكر باقي هابط لتحت باقي ما داب نحركو باش يذوب. هانتوما شوفوا راه طلق الماء مزيان. صافي غادي نحركو كيف ما قلت لكم باش ينسجم داك السكر اللي باقي هابط في التحت، ينسجم ليا مع الليمون. واخا هو من الاحسن مره تطلعوا على داك البانيو ديالكم وتحركوه باش هكا يذوب السكر كامل وما يبقاش حاصل لكم في التحت. من بعد غادي نجيب الطنجره اللي غادي نطيب فيها المربى ديالي. غادي ندير فيها هذاك الليمون
غير تبعوا هاد الخطوات هادو، واخا راه شويه مطولين، ولكن راه صراحة كيجي النتيجة كيجيكم واحد المربى لي زوين، ويقدر يصبر معكم حتى العام ما يخسر ما والو. غير تبعوا هاد الطريقة هادي، وحاولوا القريعات اللي تبغيوهم زعما يطولوا ديروهم غير قريعات صغار. هنا فين ما بان ليا شي عظم ديال الليمون راه تنحيدو. صافي هنا غادي نزيد واحد، عندي هنا واحد الليمونه غليظه نافيل. غادي نحك القشره ديالها، ما نوصلش للبيض، نحك غير القشره ديالها باش ما تعطينيش المروره، باش يعطيني داك المذاق ديال الكونسونطري ديال الليمون. وفي نفس الوقت كنستافدوا من القشره ديال الليمون، راه فيها منافع كثيره بزاف، وخصوصا مع هذا البرد هذا، وغنيه بالفيتامين سي. صافي تقدروا ديروا حتى 2 ليمونات اولا 3 اللي بغيتو، المهم غير ما توصلوش لداك البياض ديال الليمون، باش ما يطلق لكمش المروره في الكونفيتير ديالكم. صافي غادي نخلط هاد القشره ديال الليمون باش تخلط ليا مع الليمون. من بعد غادي نديرهم فوق العافيه. في الاول كنجهد عليهم مزيان حتى كيبدا كيغلي، عاده كنقص عليه، كنخلي العافيه تكون معتادله عليه، باش ما تجهدوش عليه بزاف في الطياب، باش ما يجيكمش ثقيل، يجيكم الليمون ديالكم ثقيل. خليوه يطيب غير في عافيه اللي تكون مهيله، ما تكونش مجهده، باش يطيب لكم الليمون مزيان، وفي نفس الوقت يتعسل وما يشربش لكم بزاف، يجيكم قاصح ولا يجيكم ثقيل. صافي غادي نخليوه 50 دقيقه، غادي نخليوه يطيب بلا ما نغطيو الطنجره لا والو، نخليوها هكا معريه ونخليوها كطيب 50 دقيقة. هنا من بعد ما دازت 50 دقيقة، هنا راه الليمون ديالي راه طاب وطالعة فيه واحد الريحة صراحة زوينة. من بعد غادي نطحنو. هنا بالنسبة للطحين اللي بغيتو تخليوه هكاك، بغيتو تخليوه هكاك طريفات تخليوه، بغيتو تطحنوه، بغيتو تطحنوه مزيان طحنوه، بغيتو ديروا ليه غير نص طحنه. داكشي كيبقى على حسب الرغبه وعلى حسب الاختيار ديالكم، كيفاش كتفضلوا الكونفيتير ديالكم. صافي هنا انا ما غاديش نطحنو بزاف، غادي نطحن غير شويه، غادي نطحنو. هنا الا لقيتو الليمون ديالكم شرب لكم بزاف، يعني ما بقاش خفيف، ما بقاش فيه الماء، تقدروا تزيدوه الماء طايب ماشي بارد، الماء يكون طايب، وتخليوه يغلي. هنا الا جاكم ثقيل بزاف، الا بغيتو تخففوه زيدوا عليه الماء طايب وخليوه يغلي واحد شويه، عاد تهبطوه. هنا من بعد ما طحنته رجعته للطنجره ديالي، باش غادي نحيد هذيك الفراره اللي كتخسر لينا الكونفيتير. في الاول ما تيطلقهاش حيت كيكون طيطيب، ما كيطلقهاش حتى كنطحنو عاد كيطلقها. صافي ضروري تحيدوها، كيف ما قلت لكم راه كتسبب بان الكونفيتير ديالكم يفسد ويخسر، وضروري تحيدوها. صافي وغادي نخليه يغلي غير واحد 5 دقائق. هنا الا كان كيف ما قلت لكم، هنا الا كان ثقيل لكم بزاف في هذه المرحله هذه فاش تزيدوه الماء يكون غليان، ضروري يكون غليان، وتخليوه يغلي واحد شويه صافي وتهبطوه. والا بغيتوه يجيكم عاود ثقيل بزاف تخليوه غير يغلي، راه غادي يعقد. ما حدو كيغلي هو فوق العافيه وهو كيعقد. صافي هنايا هبطت الطنجره ديالي وهي سخونه، غادي نعمر القريعات ديالي وهي باقا سخونه. ضروري تعمروا الكونفيتير ديالكم وهو باقي سخون. هنا كدير شويه في القرعه وتنحركوا غير باش ما تطرطق ليا القرعه في يدي. ضروري ديروا هذه الخطوه هذه باش القرعه ديال الزاج، وضروري ديروهم في القرعه ديال الزاج، البلاستيك لا غادي يخسر لكم. غادي نعمر القريعات ديالي كيف قلت لكم، ديروا غير شويه في الاول باش ما يطرطقوا لكم في يديكم. صافي من بعد ما نعمر القريعات
غادي نغلق عليهم مزيان، غادي نزير على القرعه وغادي نقلبها. ضروري من هاد الخطوه حتى هادي راه خطوه مهمه بزاف باش ينجح لكم الكونفيتير ديالكم. ضروري ديروا هاد الخطوه هادي، لان داك الهواء اللي كيبقى في القرعه من الفوق هو اللي تيتسبب ان الكونفيتير كيصوف وكيخسر. ضروري انكم ديروا هذه الطريقه هذه ملي تعمروا القريعات ديالكم تقلبوهم. هذا الكونفيتير هذا الا تبعتوا هذه الطريقه هذه، هذا راه سر من اسرار نجاح الكونفيتير، هو انكم تعمروا القرعه وتقلبوها. الا تبعتوا هذه الطريقه هذه راه هذا الكونفيتير يبقى عندكم حتى العام ما يخسر، ما توقع عليه حتى شي حاجه. صافي غادي نعمر القريعات كاملين اللي عطاني الكونفيتير. راه عطاني تبارك الله ما شاء الله كميه اللي هي كثيره. ها نتوما عطيني 5 ديال القريعات وشويه، داك شويه اللي درت في الجبانيه، وكيعطي تبارك الله كميه اللي هي كثيره. وتحتفظوا به في الثلاجه، ديروه في الثلاجه. والقرعه اللي غتحلوا تستعملوا منها ما تقيسوها بحتى شي حاجه، كبوا من القرعه ورجعوها سدوها، راه ما كيخسر ما كيوقع عليه والو. هنا كنكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو. كنتمنى هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم وتجربوه ان شاء الله وينجح معكم، ونكون خفيفه ظريفه عليكم وعلى قلوبكم. الى عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس فضلا وليس امر. والى اللقاء ان شاء الله في شي وصفه جديده وشي فيديو جديد، ومع السلامه.